مرحبا بكم في القناه مره اخرى. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصاوب معكم هذا الملون مخمار. شوفوا كيفاش كيجي مقرمش وهشيش. تبعوا معايا الفيديو باش نوريكم الطريقه كيف صاوبت هذا الملون مخمار بواحد الخلطه اللي هي سحريه، اللي كتعطيه ديك التقرميشه وكتعطيه هذيك الخفه مع شويه ديال العسل والزبده. يا سلام. اول حاجه كناخذوا واحد القصريه كنديروا فيها 450 غرام ديال الفينو. كنغربلوا هذا الفينو. نتوما ديما الدقيق حاولوا تغربلوه. كنغربلوه من بعد كنضيفوا عليه واحد 450 غرام ديال الدقيق ديال الخبز. كنغربلوه حتى هو. ديما الدقيق كما قلت حاولوا تغربلوه، واخا تجيبوه غير من الحانوت مثلا ويكون في الساشيات ديالو حاولوا تغربلوه، حيت داك الدقيق ما تعرفوا شنو غيكون فيه. ومن بعد كنزيدوا واحد شويه ديال الخميره، شويه ديال الملحه، شويه ديال خميره الحلويات، واحد المعلقه ديال العسل. جميع المقادير غادي تلقاهم في الوصف لتحت. صافي وكنجمعوا العجينه ديالنا بالماء دافي. صافي وكنبقاو ندلكوا هاد العجينه ديالنا، كندلكوها مزيان. يعني هاد العجينه ديال الملون مخمار كتبغي الدليك، انا كندلكها مزيان. حاولوا تدلكوها، كتضيفوا الماء وكتدلكوا، كتضيفوا الماء وكتدلكوا. المهم نتوما كتضيفوا الماء ونتوما كتدلكوا حتى كتجمعوا لكم العجينه غير بشويه عليكم. يعني خصها تدليك والخاطر. يعني فاش تجي دير هذا الملوي خص يكون عندك الخاطر، لان الملوي ديما كيبغي الخاطر، بحال الحلوى. الملوي الا ما كانش عندك الخاطر ما كيطلع لك. صافي هنايا ما كفاتنيش، بديت كندلك بجوج يدين. صافي وكنجمع العجينه ديالي، دلكوها مزيان كما كتشوفوا. هنايا غادي نحيدوا هذيك القصريه وغادي نمسحوا الطبله. انا مسحت الطبله صافي باش غادي ندلكها. هاد الملوي مخمار كيبغي يدليك. صافي كتشدوها بحال هكا كما كتشوفوا، وصافي وكتبقاو تدلكوها. يعني فاش باش تجيو تطلقوها مثلا من بعد ما تقطع لكم. صافي كتبقاو تدلكوا، كتدلكوها مزيان وتدلكوا وتعاودوا تدلكوا حتى كترجع لكم على هذا الشكل. صافي كترجعوها في القصريه، كنديروا لها شويه ديال الزيت. صافي كنديروا لها واحد السلوفان وكنخليوها ترتاح. نتوما خليوها ترتاح مثلا شي 5 دقائق الا كنتم مزروبين، ولا غير 10 دقائق كافيه. ما بين 5 دقائق 10 دقائق راه كافيه. من بعد كندهنوها بشويه الزيت. صافي وكنبقاو نقسموها كويرات. صافي كنجمعوها بحال هكا كنديكازيوها كما كتشوفوا. يعني ملي كتبان لكم مثلا بحال هكا ديك بويقه عرفتوا راه خمرات، صافي راه ولات واجده. صافي كنقسموها على 5 د الكويرات كما كتشوفوا. نتوما على حسب الحجم اللي بغيتوا الملوي مخمار يخرج لكم. بغيتوا مثلا كبار، بغيتوهم صغار، على حسب. انا درتهم موين. صافي هنا كندوزو لديك الخلطه، كنديروا فيها الفينو، واحد الخماره، شويه ديال الزيت صافي والزبده مذوبه، وكنخلطوا هذيك الخلطه. هذه الخلطه هي اللي قلت لكم في الاول غادي نوريكم. هذه هي اللي كتعطينا ديك التقرميشه باش كيجي هشيش ومقرمش وبنين. صافي غتشدوها الطابيه اللي عندكم، ما عندكمش غتطلقوا غير على البوطاجي ولا على شي سطح ديال العمل مناسب. صافي غنشدوا الكويرات ديالنا، نديروا الزيت ونبقاو نطلقوهم. نتوما حاولوا تطلقوهم مزيان. انا كنطلق وكتعاودوا الزيت وغير بشويه. يعني داك الدليك اللي درت لها شوفوا فاش دلكتها مزيان راه ما تقطعت لياش. لو كان مثلا ما دلكتهاش مزيان غتقطع ليا. صافي كنديروا هذيك الخلطه ديالنا وكنجمعوها بهذا الشكل كما كتشوفوا. كنعاودوا نديروا الخلطه ونجمعوا على هذا الشكل. صافي كنجمعوها بشكل طولي. فاش غتلفوها لفوها وهي مرخوفه باش ما تقطع لكمش. فاش تجيو تلقوها كتجيكم ساهله في التطليق. صافي كتجمعوا على دوك الجوانب وكنرجعوها تخمر حتى كنكملوا الخبيزات ديالنا. كنبقاو نطلقوا الخبيزات ديالنا بالزيت. واهم حاجه في الملوي هي الدليك في العجين باش غينطلق لكم. فاش كتنطلقوه كيجيكم رقيق بحال هكا كما كتشوفوا. صافي غنديروا الخلطه وكنجمعوا هاد الخبيزات ديالنا بالجوانب هكا، كنجمعوهم مرخوفين. صافي كنوضعوهم، كنستمروا في التوريق ديال الخبز ديالنا بحال هكا وكنجمعوا، كنلفوا على الجوانب وكنجمعوا. يعني راه هذا الملوي مخمار ساهل وبواحد الطريقه اللي هي بسيطه. تبعوا غير المراحل اللي قلت لكم كيجيكم واحد الخبيزات اللي مفشفشين ومقرمشين. هنايا صافي ساليت التطليق ديال الخبيزات ديالي، غندوز نطيبهم. غتجيب واحد بابي كويسو بحال هكا كما كتشوفوا، راه كيسهل عمليه الخدمه. وحنا كنطلقوا الملوي ديالنا غيكون المقله ديالنا كتسخن. بعد فاش سخنات كنرشوا لها شويه ديال الزيت وكنديروا الملوي ديالنا فوق المقله. صافي كيجي طايب هكا، غير كتحطوها كتبقاو تقلبوها كتجيب هذا اللون دابي. شوفوا كيفاش كتجي واحد المنظر زوين. تجيبوا شي طبسيل تحطوها فيه صافي وغتستمروا. غنستمروا في الطيب مع تحطوها في المقله قلبوها. صافي كتجي بهذا اللون مذهب. يعني راه صراحه واحد الملوي كيجي مفشفش. وباش يطيب لكم الملوي يجي مقرمش ومفشفش كما كتشوفوا يجي محمر، حاولوا مثلا غير مع تسخن المقله تحاولوا تنقصوا لها وتخلي على واحد النار اللي هي متوسطه كما كتشوفوا. هذاك بابي كويسو ديما ديروا باش كيخلي لكم الشكل ديال الملويه مدور، باش ما كيتبدلش الشكل ديالها في المقله. كتجي الملويه ديالنا مدوره وبهذا الشكل. يعني واحد الشكل ديالها كيجي محمر ومقرمش وبنين. فاش طاب الملوي ديالي جا على هذا الشكل كما كتشوفوا. الصراحه جا هذا الملوي بواحد المنظر يا سلام وبواحد التقرميشه. يعني شوفوا كيفاش جا تبارك الله. يعني راه صراحه انا تصدمت من هذا الملوي اللي درت. يعني صراحه كيجي بنين. وشكون اللي عطاه السر هو ديك الخلطه اللي وريتكم في الاول. يعني واحد الخلطه اللي هي زوينه وكتقرمش لنا هذا الملوي ديالنا. صافي هنايا تاكلوا مثلا غير مع العسيله زبيده واحد البره ديال اتاي. صراحه واحد الملوي كيجي بنين ومفشفش وما تشبعوش منه. اي واحد داقو عندكم غيقول لكم كيفاش درتوا لي. الا وصلتوا لهنايا ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لي واحد جيم
وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله، وتخليو لي واحد كومونتير زوين. تشاركوني فيه التعليق ديالكم الا جربتوا هذا الملوي، كيفاش جاكم هذا الملوي، وديك الخلطه اللي وريتكم كيفاش جاتكم، وبالصحه والراحه.